السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، يا رب دايما كده تكونوا بخير وفي راحة بال. النهارده بقى جايبه لكم صينية بطاطس بلحمة مفرومة، حاجة كده طعمها خرافي، كمان بربع كيلو من اللحمة. بس قبل ما نخش بقى في الوصفة بتاعتنا، لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش بقى الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الوصفات الحلوة دي بإذن الله. لو عجبكم الفيديو ده بعد ما تشاهدوه ما تنسوش بقى اللايك وتعليق حلو كده علشان يرفع لي الفيديو. تعالوا بقى نخش في وصفة النهاردة، وهي وصفة جميلة جدا، وزي ما انا قلتلك تعتبر اقتصادية، لانها كده بربع كيلو من اللحمة هنودي البطاطس في حتة تانية. ما هي صينية بطاطس عادية، لا، حاجة كده لذيذة وتحطها في سفرتك. يعني هتحطيها على السفرة كده هتنبهروا بيها كلكم، اذا كان كبير ولا صغير كله هينبهر بيها. سمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا بقى نخش في الوصفة بتاعت النهاردة، كده من كتر سهولتها مش هتاخد معانا اي وقت. يلا بينا. هاتي بقى اي كمية بطاطس عندك متوفرة عندك، وتعالي بقى اعملي الوصفة القمر دي. عندي بقى هنا بطاطس تكون وسط او تحت الوسط بشوية. تمام. هقسم بقى البطاطس كده بالنص، وهبدأ ان انا احفرها بمعلقة صغيرة، بتتفحر معايا بكل سهولة خالص. يعني ما فيهاش اي حاجة معقدة. تمام. لو انا بقى هتأخر في الموضوع ده، يبقى عندي طبق مليان مية، واللي انا افحرها كده واخلصها احطها في قلب المية عشان لونها ما يغيرش معايا. وكمان اللي انا بطلعه من الحفر ده احطه بردك في قلب ميه عشان لونه ما يسودش مع، انت عارفين البطاطس لو يعني فضلت شويه كده بره لونها بيغير. كمان لو انتوا عاوزين تحفروها كده من غير ما تقسموها بالنص وتكون على شكل مطول كده بتبقى حلوه قوي برضو. بس انا عايزاها على شكل مركب كده، بيبقى شكلها لذيذ قوي. تعالوا بقى نشوف المرحله اللي بعد كده، وهي هنعصج اللحمه المفرومه. عندي ربع كيلو من اللحمه بس، وكنت مستخدمه حوالي كيلو من البطاطس. عندي كمان فلفل الوان، يعني فلفل احمر واخضر، كنت عايزه احط كمان شطيطه بس ما لقيتش عندي. فعندي بصل، عندي اللحمه المفرومه، وعندي الفلفل. البصل ممكن تستخدميه بكتره في الوصفه دي، بتبقى حلوه قوي. انا جبت بصلايه كبيره كده وقطعتها مكعبات. هنا بقى طاسه على النار، وبدات ان انا احط معلقه سمنه ومعلقه زيت، وهحط بقى اللحمه عندي لحد ما تفك بس شويه كده، كانت متجمده حاجه بسيطه. فكت بقى معايا كده، وبدا ان لونها يبدا ان هو يغير معايا. هبدا ان انا احط دلوقتي البصل. ناس كتير بقى بتختلف في موضوع تعصيج اللحمه ده. يعني في ناس تقولك لا لازم احط البصل الاول، في ناس تقولك لازم احط اللحمه الاول. انا بصراحه يعني بحطها كده مره وبعملها كده مره. هو مفيش فرق كتير خالص، يعني حاسه ان مفيش اي فرق. هنا بقى بدات ان انا احط البصل، وزي ما قلت لكم بصل كبير، عايزه تكتري كمان عادي مفيش اي مشكله. البصله دي بتحب الطبخه دي بتحب البصل الكتير، يعني مش هيفرق معاكي قوي. كمان حطيت بقى لما البصل دبل حطيت معايا الفلفل. تمام كده. كل حاجة سهلة وبسيطة. تعالوا بقى نخش في المرحلة اللي بعد كده، وهي الصلصة. عندي بقى بصلاية صغيرة كده مقطعاها مكعبات. مش عايزة ان البصل لونه يغير او اي حاجة. عايزة بس اللون ده بسيط قوي. اول بقى كده ما يدبل معايا هنا فصين توم مهروسين. مش عايزه برضو التوم ان هو يحمر معايا عشان ما يديش سنه مراره. هو مجرد اما اشم ريحه التوم هبدا ان انا احط عليها الطماطم. عندي بقى الطماطم اللي انا مسوياها وكنت عيناها في الفريزر. عندك بقى مش متوفره عندك، ممكن تحطي عصير طماطم فريش عادي وتسيبيها تتسبك عادي خالص. بس لو لقيتي كمان الطماطم لونها مش احمر قوي، ممكن تحطي معلقه كده من الصلصه تحمر لك الطماطم. تعالوا بقى نبهر الطماطم دي بايه، بشويه شطه كده وشويه فلفل اسود وشويه كمون وشويه ملح. يبقى كمون وملح وفلفل اسود وشويه شطه كده. هي مسبكه معايا وتمام وزي الفل. بدات ان انا ازودها شويه ميه علشان عايزاها تكون سلسه شويه معايا، مش عايزاها ان هي تكون متماسكه، عشان تسوي لي برضو البطاطس. هنا بقى اللحمه المفرومه كانت خلاص استوت وكل حاجه معايا استوت. هنا بقى هبدا ان انا احط شويه بهارات يعززوا لي كده الطعم والريحه كمان. حطيت بقى فلفل اسود، وكمان حطيت 7 بهارات اللي انا عاملاها في البيت، وحطيت كمان شويه كده من بهارات اللحمه، وشويه شطه، واكيد شويه ملح. وهبدا ان انا بقى اقلبهم. لو انت عندك بهارات معينه ونفسك تحطيها حطيها. انا بستكفي اصلا ممكن احط ال7 بهارات اللي انا كنت عاملاها،
ما احطش اي بهارات تاني، لان حرفيا كنت حاطه فيها كل حاجه، كل البهارات العطريه اللي ممكن تودي الاكل في حته تانية خالص. تعالى بقى نخش نشوف الصلصه دي بقى قوامها جميل جدا وبقى لونها حلو قوي. ممكن كمان تزودها شويه ميه عشان تكون ايه سايله معايا كده وتسوي البطاطس. هنا بقى البطاطس كانت خلاص جهزت معايا وحطها في ميه كده عم اخلص كل اللي انا عملته ده كله وهي في قلب الميه، عشان زي ما قلت لكم ان لونها ما يغيرش، وكمان القلب بتاع البطاطس اللي احنا حفرناه في ميه برضو. تعالوا بقى ايه نشوف هنعمل ايه المرحله الجايه. طاسة على النار وهبدأ ان انا احمر البطاطس دي نص سوا، يعني لون دهبي بسيط كده وعلى كل الجهات بتاعة البطاطس، بتديها كده وتكون متماسكة، وهي في الفرن بتكون متماسكة وكمان بتدي طعم حلو. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش بقى اللايك الحلو كده يا حبايبي، وتعليق حلو كده. ربنا يحفظكم ويسعد قلوبكم ويخليكم لي يا حبايبي. تحميرة بسيطة كده على الجهة دي، ببدأ ان انا اقلبها الجهة التانية. طبعا انتوا لو عملتوا الوصفة دي من غير تصوير مش هتاخد معاكوا اي وقت خالص، يعني عين على البوتاجاز كده على الصلصة وتعصجي اللحمة على العين وتعملي تحمري البطاطس على العين، الوقت بيكون منجز اكتر من غير التصوير والكلام ده كله. فعلا التصوير بيضيع وقت كتير قوي، بس يا رب كده يجعله فايدة، وتدعموني كده بتعليق حلو ولايك. اتمنى من كل قلبي يعني ما تستخسروش فيا اللايك. خلاص كده هي خدت لون حلو ذهبي بسيط كده. اصفيها بقى من الزيت واسيبها تبرد كده براحتها علشان اعرف احشيها. خلاص كل حاجة كده تعتبر مستوية معايا، مش محتاجة ان انا الا ان انا بس احشيها وادخلها الفرن حوالي كده نص ساعة علشان تكمل سواها. كمان البشر بتاع البطاطس اللي هو قلب البطاطس محتاج ان هو يتسوى برضو. لونها خطير. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. نرص بقى ايه البطاطس بتاعتنا. انا كنت مطلعه القالب ده وقلت هعمل فيه، بس لما انا حطيت البطاطس حسيت ان هو صغير قوي على كميه البطاطس المتوفره عندي. قلت لا خلاص هركنه على جنب واجيب صينيه كبيره. ويا ريتني ما كنت جبت الصينيه دي، لان برضو علشان اخواتي يعرفوا الصواني دي ما ينفعش انكم تعملوا فيها غير الحلويات بس، يعني ما ينفعش تعملوا فيها بقى ايه بطاطس والكلام ده كله. اي سوائل بتنزل منها من الجوانب وبتبوظ الدنيا خالص. الصواني اللي هي بتبقى مفتوحه بتتفتح كده اللي هي بتاعه التشيز كيك والكلام ده يعني. هبدا بقى ان انا حطيت فرشه من البطاطس اللي هي قلب البطاطس، كمان حطيت صلصه. وهبدا ان انا احط البطاطس دي بعد ما حشيتها كده، واجيب بقى الصلصه بتاعتي كده وهفرشها عليها. بس قبل ما احط الصلصه كان عندي بقى ايه شرايح من الطماطم والفلفل، وده اختياري بس عشان يديني شكل حلو كده. هبدا ان انا احط بقى على البطاطس الشرايح الجميله دي، بتدي لون مبهج كده وحلو. خلاص كده هبدأ بقى ان انا اجيب الصلصة بتاعتي وهحطها بقى على وش البطاطس، وفرن بقى كده متسخن عندي، وهحط الصينية الجميلة دي في قلب الفرن. انا بقى قلت ايه يعني لاحظت ان الصلصة يعني سميكة شوية، جبت شوية مية كده وضفتهم على البطاطس بتاعتي. ادخلها بقى الفرن لحد ما تستوي براحتها خالص. ومش عايزه اقولك على الريحه والطعم بجد حاجه كده تحفه. زي ما قلت لكم بلاش الصواني اللي هي بتبقى مفتوحه دي، لانها بتبوظ الدنيا وبتبوظ الفرن، فانتبهوا يعني احلى حاجه الصينيه الالومنيا او بايركس، يعني اي حاجه غير الصواني دي. هنا بقى خلاص خلصنا، وقد ايه البطاطس طالعه طعمها خطير وشكلها رهيب بجد، مش ببالغ. اكله جميله جدا وشكلها حلو، شرفك في العزومات، بتبقى حلوه قوي. واخده بقى لون كده من الصلصه وطعمها خطير. نفسكم تكونوا معايا علشان تدوقوها وتعرفوا ان انا مش ببالغ، حرفيا مش ببالغ. عايزين بقى تحطوا جبنة موزاريلا على الوش، عايزين تسيبوها كده. انا استكفيت بيها كده وبجد كانت حلوة. اظن شكلها بيتكلم، واتمنى ان قبل انكم تجربوها لانها حلوة جدا وهتعجبكم وهتعجب اولادكم.
هنا بقى خلاص وصلنا لاخر الفيديو. استنونا الفيديو الجاي وصفات اكتر واكتر، وزي ما قلت لكم ما تنسوش بس الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. استنوني وصفات اكتر باذن الله، وصفات سهله وكمان اقتصاديه باذن الله. مع السلامه يا اخواتي، واشوفكم الفيديو الجاي في رعايه الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايب قلبي. احلى اخوات في الدنيا، ودمتم كده في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.